افضل اكله محببه للعالم كله، العالم العربي كله سواء كبير او صغير. طيب هل الكرنب ده ليه انواع؟ بالنسبه انا هتكلم طبعا عن انواع الموجوده في مصر اللي احنا بنحشيها، الصيفي او الشتوي. الصيفي ليه مميزات والشتوي ليه مميزات، وفي ناس بتحب ده وفي ناس بتحب ده، الناس أذواق. ولكن في الآخر احنا بنجتمع على طبلية واحدة عشان أو سفرة واحدة عشان ناكل أحلى أكلة. تعال أقول لكم إيه الفرق بين الكرنب الصيفي والكرنب الشتوي. الكرنب الصيفي الكرنب الشتوي أسفة، هنتكلم الأول عن الكرنب الشتوي. مذاق الورقة مسكر، حتى لو يعني الكرنبة كبيرة بتبقى الورقة مسكرة. في السلق ما بياخدش وقت كتير، حتى في الحشو الورقة مرنة معاكي وانت بتحشيها فبتبقى سهلة. وده احلى كرنب ممكن تاكليه، اللي هو الكرنب الشتوي، لانه هو كمان بيستحمل درجة حرارة مش عالية جدا غير الكرنب الصيفي. الكرنب الصيفي ورقه تخين جدا، بياخد وقت في السوا. زي ما انا قلت ان الكرنب الشتوي بياخد وقت قليل جدا في السوا، يعني ادوبك الورقه تحطيها فتغلي فهتطلعيها، يعني ممكن قبل ما تغلي الورقه تستوي. الكرنب الصيفي الورقه تخينه جدا، والورقه بتاعت الكرنب الصيفي ليها مراره. انت ممكن تضطري ان انت وانت بتسلقي الكرنب ان انت تحطي شويه سكر على الورق من بره عشان يدي طعم السكر في الكرنب او في ورقه الكرنب. ورقه الكرنب لما بتيجي الشتوي لما بيجي يستوي ما بياخدش وقت على النار. هتقولي لي ما هو نفس ال لا 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 نفس وقت السوى. لا، الكرنب الصيفي بياخد وقت شوية لأن الورقة بتاعته بتبقى ناشفة شوية، حتى لما بتستوي بتبقى ناشفة وليها طعم مرارة كده أو طعم غريب مختلف عن الكرنب الشتوي. هو في الأول وفي الآخر هي أكلة جميلة جدا كلنا بنجتمع عليها، ولكن في منا من اللي بيحب الكرنب الصيفي وفي منا من اللي بيحب الكرنب الشتوي. انا من يعني من هواياتي الكرنب الشتوي لانه طعمه حلو جدا، ولانه كمان زي ما انا قلت لكم ورقته خفيفه وبتبقى حلوه جدا في اللف والسلق. طبعا انواع المحشي كتير في مصر، ورق العنب، البتنجان، الفلفل، الكوسه، الممبار، ولكن هو احب حاجه الكرنب. الكرنب ناس كتير بتعمله بكذا طريقة. في ناس بتحشيه باللحمة المفرومة، يعني بتحط خلطة الرز عادي والتسبيكة وبتحط مثلا قد نص كيلو أو ربع كيلو لحمة مفرومة على حسب كمية الرز اللي هي حطاه. وفي برا مصر بيعملوا اللحمة المفرومة ما بيحطوش تسبيكة، يحطوا خضرة ورز واللحمة وبس. والأجانب ممكن يحشوه لحمة مفرومة بس وبيعملوه زي المنديل، مش زينا احنا بالفو صوابع، بيعملوه زي المنديل وبيحطوه في التسبيكة وبياكلوه، بيحطوه في الصوصات وياكلوه. زي ما انا قلت لكم في جميع انحاء العالم الكرنب ليه مذاق حلو جدا، الناس جدا بتحبه سواء صيفي او شتوي. واحلى الكرنب الشتوي زي ما انا قلت لكم. الكرنب الشتوي انت ممكن تعمليه ما تشبعيش منه من جماله ومن حلاوته. في ناس بتحب الصوابع طويلة جدا زي ما انتم شايفين، في ناس بتحب الصوابع صغيرة جدا، كل واحد على قد ذوقه. وانا في الاخر رأيي سواء الصباع طويل او صغير بتاع الكرنب، انا رأيي في الاخر اني انا اهم حاجة عندي يكون الطعم حلو. في ناس بارعة فيه بجد من وهي صغيرة وبسرعة بتاخد وقت في حشوه، وفي ناس لأ، كل واحد فينا على حسب يعني عادته في الكرنب. يعني في أعرف إن في ناس ما بتعرفش أساسا تسلقه فبتشتريه من بره مسلوق، في ناس ما بتعرفش تحشيه فبتشتريه جاهز من بره محشي وهي عليها التسوية. كل واحد فينا على قد مقدرته وعلى قد إمكانياته في الطبخ. بجد بجد الفرق مش كبير ما بينهم. في الاخر هو طعم المحشي حلو، وفي الاخر هي فروقات بسيطة جدا ما بين المحشي الصيفي والمحشي الشتوي. المحشي الصيفي الفرق بينهم هو ان الورقة تخينة وان ليها طعم مر كده في الاخر. ده الفرق ما بين المحشي الصيفي والمحشي الشتوي. والمحشي الصيفي بيستحمل درجة حرارة عالية عشان خاطر كده هو مزروع في درجة حرارة عالية، ونادر لما تلاقيه، يعني ما بيبقاش بكترة زي المحشي الشتوي. والمحشي الشتوي جميل جدا، كل حاجة في أولها حلوة. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. سلام.